ممكن أقول لك سر. أغلب الناس مش بتخاف من الفشل، لكن أغلب الناس بتخاف من الشفاء، لأن الشفاء هيجبرها تعيش من غير العذر ومن غير القصة ومن غير الدور اللي اتعودت تلعبه سنين. وعشان كده في ناس بتقاوم الحل وهي فاكرة إنها بتدور عليه. لو الجملة دي ضايقتك يبقى غالبا الحلقة دي معمولة ليه. هي إيه أكتر حاجة محتاجها دلوقتي؟ محتاج فلوس ولا محتاج شغل ولا محتاج حب؟ يمكن لأ، يمكن أكتر حاجة ناقصاك هي إن حد يقولك أنا معاك. الغريبة إن كلنا محتاجين الجملة دي وكلنا مستنيين حد يقولها الأول. في حاجة غريبة جدا بتحصل في الزمن ده، كل واحد شايف التاني قوي وصاحب القوة شايف نفسه لوحده. الكل بيبص لبعض من بره لكن محدش شايف اللي بيحصل جوه. يمكن الراجل اللي بيضحك طول الوقت راجع البيت ومش لاقي حد يسأله عامل ايه، والبنت اللي بتنزل صورها وهي مبتسمة بتقفل الموبايل وبعدها تبكي في الضلمة، والأب اللي بيصرف محتاج حد يطبطب على كتفه، والأم اللي شايلة البيت محتاجة حد يقول لها انتي تعبانة، والشاب اللي الناس فاكرة انه ناجح محتاج يسمع أنا فخور بيك. احنا بقينا بنعيش وسط ملايين البشر، لكن الإحساس بالوحدة عمره ما كان كبير بالشكل ده. زمان كان الجيران يعرفوا بعض، ولو حد اختفى يوم حد يخبط عليه. دلوقتي ممكن واحد يموت من جوه 1000 مرة ولا حد يلاحظ، لأننا بقينا محترفين في إخفاء الألم. بقى عندنا عادة غريبة، كل واحد يقول أنا كويس رغم إنه مش كويس، لأن المجتمع علمنا إن الضعف مش كويس، وإن طلب الدعم معناه إنك أقل، وإن البكا نقص، وإن الاعتراف بالتعب ضعف شخصية. فكل واحد لبس قناع، ولما كل الناس لبست الأقنعة بقينا كلنا فاكرين إن مفيش حد بيتوجع. في الحقيقة إحنا كلنا بنتوجع، لكن كل واحد بيتوجع لوحده. تخيل معايا 2 قاعدين جنب بعض في المواصلات، كل واحد ماسك موبايله، اللي على اليمين لسه سايب شغله، واللي على الشمال أمه في المستشفى، ولا واحد فيهم يعرف حاجة عن التاني، رغم إن الاتنين محتاجين نفس الحاجة، كلمة أو ابتسامة أو إحساس. أوقات الدعم ما بيكونش فلوس ولا حلول ولا نصايح. الدعم إن حد يسمعك من غير ما يقطعك، من غير ما يحكم عليك، من غير ما يحول الكلام لنفسه. في ناس بتفضل عايشة سنين مش فاكرة آخر مرة حد حضنها ولا آخر مرة حد قال لها أنا موجود. إحنا بنقلل جدا من قيمة الجملة دي أنا معاك، رغم إنها ممكن تنقذ إنسان. في واحد كان هيسيب شغله وفجأة مديره قال له أنا واثق فيك. الجملة دي غيرت حياته. وواحدة كانت هتنهار، صاحبتها بعتت لها رسالة وقالت لها فيها وحشتيني. قعدت تعيط نص ساعة. ليه؟ لأن حد افتكرها. احنا محتاجين نفتكر ان البشر مش آلات، البشر بيشتغلوا بالمشاعر. اوقات اكتر حاجة بتكسر الانسان مش المشكلة، لكن انه يحس انه بيواجهها لوحده. اسأل اي حد فقد ابوه او امه او شريك حياته هيقولك الوجع كان كبير. وانا طبعا مريت بالوجع ده لما فقدت والدي، لكن الاصعب لما الناس اختفت بعد أسبوع. في البداية الكل كان موجود، وبعدين كل واحد بيرجع لحياته ويسيب الشخص يحارب لوحده. الدعم الحقيقي مش أول يوم، الدعم الحقيقي هو بعد ما الكل بيمشي. في ناس مش محتاجة منا غير 5 دقايق، لكن احنا بقينا أغنى في التكنولوجيا وأفقر في الوقت. بنبعت قلب بدل ما نتصل، وبنكتب خلي بالك من نفسك بدل ما نسأل ازاي اخلي بالي منك. المشكلة ان كل واحد مستني التاني يبدأ، وكل واحد مستني رسالة، وكل واحد مستني مكالمة، وكل واحد مستني زيارة، وكل واحد بيقول اكيد محدش فاكرني، وفي نفس اللحظة في حد تاني بيقول نفس الجملة.
احنا بقينا جزر منفصلة رغم ان البحر واحد. في دراسة بتقول ان الدعم الاجتماعي من اقوى العوامل اللي بتساعد الانسان على تجاوز الضغوط النفسية. لكن السؤال، احنا فين من ده؟ امتى اخر مرة سألت صاحبك بجد عامل ايه؟ مش مجاملة لكن بجد. وامتى اخر مرة استنيت الاجابة ما تكونش مجرد كلمة تمام؟ اخر مرة سألت امك انت مرتاحة؟ واخر مرة حضنت ابوك؟ واخر مرة شكرت اختك؟ واخر مرة قلت لاخوك انا بحبك؟ احنا بنأجل المشاعر كأن عندنا وقت، لكن الحقيقة الحياة ما بتستأذنش. كم واحد كان نفسه يسمع كلمة ومات قبل ما يسمعها؟ وكم واحد كان محتاج رسالة وما جاتش؟ يمكن في شخص دلوقتي بيسمع الحلقة دي وبيقول في نفسه والله أنا تعبت. يمكن لأول مرة حد عبر عني. وأنا عايزة أقول لكل واحد بيسمعني، لو حاسس إنك لوحدك، أنت مش لوحدك في الإحساس ده. في ملايين البشر حاسين بنفس الشعور. كل الفرق إن كل واحد ساكت، والساكت بيبان قوي رغم إن من جواه بيستغيث. خليني أطلب منك طلب صغير جدا. بعد ما الحلقة تخلص اختار شخص واحد، بس شخص واحد، ابعت له رسالة مش طويلة. اكتب افتكرتك وحبيت أطمن عليك. يمكن الرسالة دي تبقى سبب إن يومه يتغير ويمكن حياته كلها. وما تستناش الدعم يجي، ابدأ انت، لأن اللي محتاج الدعم غالبا مش هيقدر يطلبه. وفي النهاية افتكر دايما إن الإنسان مش بيعيش بالقوة وحدها، ولا بالمال وحده، ولا بالنجاح وحده. الإنسان بيعيش لأنه لسه لاقي حد بيمسك إيده لما الدنيا كلها تسيبه. يمكن إحنا مش هنقدر نحل مشاكل الناس كلها، لكن نقدر نمنع إن حد يحاربها لوحده، لأن في النهاية كل واحد فينا محتاج دعم من التاني. وأجمل حاجة ممكن نعملها إننا نبطل نستنى ونبدأ إحنا.